مصري للتأكيد على كثير جدا من الأمور اللي تم طرحها خلال زيارة الرئيس الروسي الأخيرة لمصر. معنا على الهاتف سيادة اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. سيادة اللواء أهلا بيك. أهلا بسيادتك والسادة المشاهدين. سيادة اللواء عايزين بس يعني طرح لحضرتك كده ورؤية عسكرية استراتيجية للزيارة في هذا التوقيت من وزير الدفاع المصري لروسيا. طبعا هذه زيارة هامة للسيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ودي زي ما حضرتك أكدت إن هي في علاقات استراتيجية ما بين مصر وروسيا، وبيأكدها الزيارة التي تمت من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. زي ما حضرتك عارف إن روسيا ذات ثقل سياسي وعسكري. الثقل العسكري إنها عندها صناعات عسكرية متطورة، وعندنا أسلحة روسية موجودة وتبادل خبرات، وبالتالي هذه النقاط مهمة جدا لتأكيدها واستثمارها مستقبلا إن شاء الله. يعني دي نقطة يعني نتمنى إن شاء الله بإذن الله تسفر هذه النتائج وهتعلن عن ثمارها إن شاء الله بعد عودة السيد القائد العام للقوات المسلحة. سيادة اللواء حضرتك يعني اكيد متابع ان منطقه الشرق الاوسط يعني في سباق تسلح. اكيد احنا هي مش حاجه كويسه قوي، ولكن في يعني كذا دوله خاصه في موضوع الطيارات. يعني احنا ابتدينا نتكلم على صفقه الرافال الفرنسيه والطياره الرافال الفرنسيه. سمعنا ان اسرائيل راحت خدت الاف 35 واحنا بنسمعين عن الطياره المتقدمه الميج 35 ايضا الروسيه. يعني في سباق تسلح في هذا الموضوع على مستوى الطيران اللي حضرتك طبعا بتمثله. طيب هذا السباق يعني ممكن نقول ان هتبقى في رياده او في تفوق لدوله على دوله اخرى، ده هيسبب سيطره في المنطقه لدوله على دوله اخرى، ولا ده بيكون له في اطار الردع ممكن قبل الدخول في مواجهات بهذه الاسلحه؟ هو طبعا سباق التسلح في المنطقه يعني في تقديره ان هو لن ينتهي، يعني هيستمر، لان في كل دوله بتحاول تمتلك قوات مسلحه حديثه ومدربه جيدا، وده نوع من انواع الردع، علاوه على لو في عمليات عسكريه يبقى في اداه ترد من تسول لنفسه ان هو يقوم باي عمليات ضد الدوله. فسباق التسلح لن ينتهي. بالنسبه للطائرات طبعا القوات الجويه احد الافرع الرئيسيه واللي لها استخدامها بصوره فعاله بيعمل حسم عالي جدا في اعمال القتال. وحضرتك شفت يمكن استخدمت القوات الجويه في ضد داعش وضد المراكب اللي كانت شمال دمياط. الطائرات الموجوده في المنطقه دلوقتي هي طائرات الجيل الرابع. احنا حصلنا على الرافال ان شاء الله، وفي طريقنا الحصول عليها طائرات الجيل الرابع بلس او فورث جنريشن بلس، وبالتالي دي اعلى من الطائرات الموجوده في المنطقه. اسرائيل حاليا بتعقد الصفقه الاف 35 وهي برضه طياره متقدمه. الجيل الرابع برضه؟ لا، الرافال من الجيل الخامس. اسف، الاف 35 من الجيل الخامس. لكن انا عايز اقول لحضرتك على نقطه مهمه قوي، سواء الجيل الخامس او الجيل الرابع او الجيل الرابع بلس، هيبقى الفرد المقاتل هو الاساس، هو اللي يفرق. وبالظبط كده. وعشان برضو تكون اجابتي مصحوبه بامثله من المنطقه ومن مصر على وجه التحديد، لا ننسى اطلاقا طيار ميج 17 مصري في 73، وهي طائره من طائرات الجيل الاول. اسقط طائره فانتوم وهي طائره من طائرات الجيل الثالث. معركه المنصوره الجويه في 73 استخدمت فيها طائرات الميج 21 وهي طائرات الجيل الثاني. اسقطت 17 طائره فانتوم وسكايوك من طائرات الجيل الثالث. فبالتالي الفرد دائما هو الاساس وليس السلاح. يعني لا نقلق ابدا من امتلاك دوله ايا كانت لطائرات متقدمه، لا، هيبقى دائما العنصر الحاكم والفعال والحاسم في المعارك هو الفرد المقاتل. ودي امثله من التاريخ انا حبيت يعني اذكرها علشان يبقى الكلام مؤكد وليس كلام مرسل. لكن هذه الزياره زياره مهمه. تمام. وده بياتي برضو، كل التعاون العسكري بياتي في اطار تنويع مصر لمصادر السلاح، وهي سياسه انتهجتها مصر الحقيقه منذ 1973. سياسه مهمه جدا وبتؤتي ثمارها حتى لا يتم الاعتماد على مصدر واحد.
حضرتك تعلم تماما ان بيع السلاح ما هوش بيع زي اي اشياء اخرى، لكن دايما مصحوب بسياسه معينه قد تملى علينا. سيادة اللواء طيار كان حرب شامل حلبي المستشار بأكاديمية نصر العسكرية العليا، بشكرك جدا على هذه المداخلة. ان شاء الله نطمن احنا كلنا كمصريين، ولا بد ان نطمئن تماما لجيشنا ولقواتنا المسلحة.